خرج ملعب الطيب المهيري بصفاقس صامت عن الجماهير عشية السبت بمناسبة لقاء سكك الحديد الصفاقسي وترجي رياضي الجرجيسي بعد تخمة مقابلة تونس وليبيريا يوم الجمعة قبل الماضي. الترجي الجرجيسي اللي كان محروم من خدمات قائد فريقه الأسعد الصغير ومراد الرنان والياس السماعلي حاول الضغط منذ البداية، لكن أولى العمليات الجدية كانت لصالح الحديد الصفاقسي. هذه محاولة أولى من محمد العيادي، ثم مخالفة لنفس اللاعب ينفذها ويطلقها بالرأس المدافع محرز الرقيق في شباك الحارس عبد الحفيظ، وكان ذلك في الدقيقة 11. إعادة لعملية الهدف. الحديد الصفاقسي واصل عملياته بعد هذا الهدف. لقطة فنية جميلة من محمد شعبان وتصويبة من لطفي اللوز بعد عمل تمهيدي إذن من محمد شعبان. محمد دقدوق هنا انطلاق العملية بين دقدوق ومنير راشد، لكن محمد دقدوق فكر في الحصول على ضربة جزاء أكثر من التهديد، ثم مخالفة مباشرة من شادلي بالحاج ومحرز رقيق كاد يغالط حارس مرماه. الشوط الثاني وأولى العمليات في الدقيقة الثانية، مجهود فردي ممتاز من عماد بن يونس وعرقلة من الحارس عبد الحفيظ اللي اكتفى الحكم بتوجيهه ورقة صفراء، والقانون في مثل هذه الحالات يقول حمراء. ضربة جزاء إذن ينفذها بنجاح محمد العيادي. إعادة إذن لعملية ضربة الجزاء. هذا الهدف الثاني المبكر بعثر أوراق أبناء رضا عكاشة اللي نزلوا منذ بداية الشوط للبحث عن التعادل، لكن هذا ما يعنيش أنهم رماوا المنديل، بل بالعكس اللعب خلال كامل هذا الشوط كان تقريبا منحصر في مناطق الحديديين اللي اكتفوا بالقيام بالهجومات المعاكسة. هذه عمليات الترجي الجرجيسي. الشادلي بالحاج هنا يوزع، لكن مرة أخرى التجسيم لم يكن في يومه عند أبناء الترجي الجرجيسي. منير راشد. الحديد الصفاقسي اكتفى بالهجومات المعاكسة على غرار هذه العملية الأولى، ثم تصويبة أخيرا من جمال بن يونس بجانب المرمى. أبناء الترجي الجرجيسي واصلوا عملياتهم اللي كثيرا ما آلت إلى ركنيات لم يحسن استغلالها لا بن شيخة ولا اللاعب قطوش ولا كذلك مراد جديدي ولا منير راشد في العديد من المناسبات، رغم الثغرات اللي كانت موجودة في دفاع الحديديين وتردد الحارس الجزيري. ركنية أخرى وشوفوا التسرع أمام مناطق الجزاء. مخالفة مباشرة من عماد بن يونس في أواخر اللقاء، ثم نفس هذا اللاعب وإعادة توجيه الكرة نحو زميله حافظ السوداني لمحمد العيادي، والهدف الثالث دقيقة بعد الوقت القانوني ليمضي إذن محمد العيادي انتصار هام لفريقه في بقية السباق من أجل ضمان البقاء.